السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم كيكة باردة، كيكة البسكويت، وهي سهلة ولذيذة جدا. المكونات: بسكويت سادة، 5 ملاعق من السكر، 2 كوب من الحليب، 3 ملاعق من الكاكاو، 3 ملاعق من الزبد، ثلث كوب من الحليب للتزيين، وشوكولاتة للتزيين. ونبدأ بسم الله. في إناء الطبخ نضع 3 ملاعق من الزبد، ونضيف 5 ملاعق من السكر، و3 ملاعق من الكاكاو، ونمزج. ثم نضيف 2 كوب من الحليب ونمزج. نضع المزيج على النار ونخلط بين فترة وأخرى إلى أن تذوب المكونات ويبدأ المزيج بالغليان. نضع المزيج في إناء ونكسر البسكويت بهذا الشكل. ويجب إضافة البسكويت بالتدريج مع المزج إلى أن يصبح متماسك. يغلف قالب الكيك بكيس نايلون. ثم نضع فيه مزيج الكيك مع الضغط عليه. ثم يوضع القالب في الثلاجة لمدة من ساعة إلى ساعتين إلى أن تبرد الكيكة وتتماسك. نضع ثلث كوب من الحليب على النار ويترك إلى أن يغلي. ثم نضع معه 200 غرام من الشوكولاتة ونمزج إلى أن تذوب الشوكولاتة وتصبح متجانسة. بعد أن تبرد الكيكة وتتماسك توضع في إناء التقديم ثم نصب عليها الشوكولاتة. بعدها نوزع عليها القليل من الفستق أو البندق ثم تقدم. وهي سهلة وسريعة ولذيذة جدا جدا. وإذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على لايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. ودمتم في حفظ الرحمن.